مش قادرة اوصف لكم جمال طعمها بجد. كيكة الشموا من احلى الكيكات الصيفية الباردة اللي ممكن نعملها في اي وقت احنا حابينه، بترطب علينا في الجو الحر ده. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. عندي هنا 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، طبعا انا هعمل مقدارين فمزودة المقدار. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا البودر او ربع معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. هنزل كمان عليهم بنص كوباية من السكر الحبيبات، وهنزل عليهم بسبع معالق من زيت الذرة. هبتدي بقى اخلطهم كويس جدا في الخلاط لحد ما الخليط بتاعنا ده يدوب او السكر بتاعنا يدوب شويه. تمام. بعد كده هبتدي انزل بسبع معالق من الحليب. الحليب بتاعنا يكون بدرجه حراره المطبخ او دافي شويه بس ما يكونش بارد، وهضربهم كويس جدا في الخلاط. هتلاقوهم ما شاء الله الفوم كتر جدا وعمل فوم حلو قوي. جبت بقى بوله تاني وهبتدي انزل فيها بكوبايه من الدقيق. انخله كويس، يعني 7 معالق كبار من الدقيق، وننخل الدقيق كويس عشان بيبقى فيه تكتلات. هنزل عليهم بمرشه من الملح ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، وبرده هنخل طبعا الكاكاو علشان بيبقى فيه تكتلات. تمام. قلبتهم كويس مع بعض، والمفروض ان انا انزل عليهم بالبيكنج باودر، لكن انا نسيت ورجعت طبعا لحقت نفسي ونزلت بكيس وشويه من البيكنج باودر علشان انا هعمل صينيتين. يعني ممكن نحط كيس الا ربع او كيس للصينيه الواحده. تمام. قلبتهم بقى كويس مع بعض، وطبعا انا مجهزه الصينيه بتاعتي ورشاها زيت او تقدري تحطيها ورق زبده. انا هستخدم صينيه التشيز كيك وصينيه كمان عاديه. لو ما عندكيش صينيه التشيز كيك استخدمي الصواني العاديه جدا. تمام. نزلت بقى بنص الخليط والنص التاني للصينيه التانيه، ومشغله الفرن على قبلها بربع ساعه، وهندخلها على درجه حراره 180 رف اوسط. بتقعد من نص ساعه ل 35 دقيقه وعلى حسب الفرن بتاعك. وطبعا اختبرتها او قبل ما اطلعها من الفرن. هسيبها بقى تبرد شويه، وبعد كده هنبتدي نجهز للخطوه التانيه. بعد ما بردت شويه قلبتها طبعا على الناحيه التانية علشان اسقيها بالخليط اللي احنا هنعمله ده. دي كوبايه من الحليب، وهحط عليها معلقه كبيره مليانه من الكاكاو ومعلقه من السكر، وقلبتهم كويس جدا مع بعض. تقدري تحطي نسكويك او تقدري تحطي كمان قهوه سريعه الذوبان. تمام. بعد كده بقى قلبتهم كويس جدا، وهبتدي بقى اشرب الكيك بتاعنا. هتحطي بقى كميه كويسه جدا منه، يعني على كل صينيه مش اقل من كوبايه الا ربع او كوبايه من الحليب اللي انتوا شايفينه ده، علشان الكيك هيشربها فما ياثرش على الطبقه التانية، لان احنا لو ما سقناهوش هيشرب من الطبقه التانية. وما تخافوش خالص، الكميه مش كتيره ما شاء الله. دي اول ما بتدي طراوه وطعم كده جميل جدا. بالنسبه بقى للطبقه الثالثه او الطبقه الثانيه في الكيك، هنجيب كيلو من الحليب البارد وهنحط عليه 3 اظرف من الكريم كراميل. ولو مش حابه تحطي الكميه كلها حطي ظرفين، وحطي كمان معاهم معلقتين نشا علشان الخليط بتاعك يمسك. قلبته كويس على البارد، وهبتدي ارفعه على النار علشان يغلي. بعد كده جبت الكبه وحطيت فيها او الخلاط بتاعي، وحطيت فيها باكيتين من البسكوت اللي هو بسكوت الشاي الساده، وحطيت كمان 3 معالق كبار من القشطه. لو ما عندكيش القشطه بتاع وش اللبن حطي قشطه معلبه. وهنزل عليهم بقى بالخليط الكريم كراميل اللي احنا عملناه، وهنضربهم كويس جدا في الخلاط لحد ما يدوبوا مع بعض. طبعا الكيكه بتاعتي بردت كويس جدا، هبتدي بقى انزل عليها بالخليط السخن ده. تمام. بعد ما حطيت الخليط هسيبها بقى تبرد شويه في درجه حراره المطبخ، وبعد كده بدخلها التلاجة تقعد من ساعتين ل3. بتبقى طعمها رائع جدا كل ما قعدت طبعا زياده، لكن هو الكريم كراميل بيمسك فيها بسرعه. ده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة. انا حبيت اعمل شكل بسيط جدا، فجبت الشوكة والسكينة وجبت معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وابتديت ارش كده. نقدر طبعا نرش نسكويك، نقدر كمان نرش اي حاجة احنا حابينها، ممكن سكر بودر، ممكن ما نرشش خالص ونحط طبقة من الشوكولاتة. نقدر كمان ما نحطش اي حاجة خالص. هي طعمها بجد جميل جدا حتى من غير اي حاجة عليها. تمام. هبتدي بقى ارش كويس كده من على الجناب، وشلت بقى الشوكة وشلت كمان السكينة بتاعتي، وهبتدي اخرجها من القالب زي ما احنا هنشوف دلوقتي. انا خرجتها بطريقه سهله. جبت الهيت جان كده ومشيته على الاطراف. لو ما عندكيش ممكن فوطه سخنه تكون بميه سخنه كده وتمشيها على الاطراف. ولو ما عندكيش خالص او لو مش هتعملي الخطوه دي مفيش مشكله، هي بتسلك لوحدها، فما تقلقوش خالص. الكريم كراميل مش بنمسك في الصينيه بتاعتنا. ده شكلها النهائي. شايفين ما شاء الله جميل قد ايه. وزي ما انا ما قلت طبعا لو حابه تكبري الطبقه دي بتاعه الكريم كراميل فحطي الخليط كله، لكن انا قسمت الخليط على صينيتين، الصينيه الصغيره وصينيه التشيز كيك الكبيره دي. ده شكلها النهائي. شكلها جميل جدا، طعمها رائع جدا. جربوها باذن الله هتعجبكم جدا جدا. اتمنى تقولي رايكم في التعليقات لو عجبتكم، واعملوا لايك وشير للفيديو كتير، وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات كتيره جايه باذن الله.